بونجور. النهارده الفيديو هيكون توتوريال عن ازاي برسم الوش من الجنب، وضيفة الحلقه معانا لوز عشان هي مش راضيه تسيبني النهارده. متنسوش تشوفوا الفيديوهين اللي قبل كده ازاي برسم الوش بزاويه من الامام وازاي برسمه بزاويه 3/4. في الفيديو ده هنشوف مع بعض ازاي برسمه من الجنب. لو اول مره تشوفوني، انا منى مصطفى، رسامه كتب اطفال ورسم ديجيتال، واكتر حاجه بحبها ان انا اتكلم عن مشواري في تعلم الرسم. يلا بينا نبدا. زي كل مرة هنبدأ بان احنا نقسم الوش ونشوف ايه العناصر الاساسية اللي بتكون الوش وهو من الجنب. اول حاجة الراس، وهي عبارة عن دايرة ومقسومة بالنص، ده اللي بيحدد مكان العين، وبالطول مقسومة برضو، بس هيكون في جزء اكبر من الجزء التاني. الجزء اللي ناحية الشعر بيكون اقل شوية من الجزء اللي ناحية العين. وخط الطول ده بيساعدني ان انا احدد مكان الودان والخلف بتاع الفم. اما الجزء الخاص بالمناخير والفم، ودايما بحب اخد بالي ان شكل الوش في الجنب بيبقى مختلف من حد للتاني او من شخص للتاني. كل شكل بيكون ليه شكل معين، او كل شخص بيكون ليه شكل معين، فبحب اقسمه كده لاشكال هندسيه بسيطه. اما شكل العينين في الوش من الجنب بيكون مختلف شويه، بيكون واخد شكل المثلث، مع اختلاف بقى العين مفتوحه ولا مقفوله، ولا باصه لقدام ولا باصه لتحت. واخر حاجه ناخد بالنا منها قبل ما نبدا الرسم هي العين اللي بتبقى طالعه من الناحيه التانية. يعني ساعات بنقدر نشوف عين واحده من الوش في الجنب، وبنقدر ساعات نشوف العينين بس طبعا مش كاملين، بتبقى واحده اكبر من التانية. تعالوا بقى ناخد المعلومات اللي احنا طلعناها دي ونطبقها على الرسم. هبدا بان انا احدد مكان الراس او الدايره اللي هتحدد مكان الراس بتاعتي، وهبدا اقسم حدود، والمنتصف بتاع الدايره دي هحط خط يحدد لي مكان المناخير والبق، وكمان خط من النص عشان ده اللي هيكون مكان العينين، والخط اللي في الجنب شويه بالطول علشان يحدد لي مكان الودان وخلف الفك. بعد ما حددت الخطوط المبدئية بتاعتي، هبدأ بقى اخد شوية كيرفات واحط المستطيل بتاع المناخير والفم اللي انا كنت قلتلكوا عليه. بعد ما بعمله مستطيل بقسمه كده من النص علشان يديني مثلثين. بحدد الشكل العام للشعر، وكده انا حطيت الاساس بتاع كل حاجة تخليني اقدر ارسم شكل الوش من الجنب. دلوقتي هحدد كده مبدئيا شكل العين والحواجب، مكان المناخير والبق، وهحدده بشكل مبدئي لغاية لما ارسم السكتش تاني بطريقة نظيفة اكتر على لاير جديدة. بحط اللاير دي على مالتيبلاي وبرسم فوقيها على لاير جديدة. هبدأ امشي على الخطوط اللي انا حددت بيها اماكن كل حاجة، ولو عايزة بقى اصغر حتة صغيرة من الفك مثلا، او اكبر العين، او اعمل اي حاجة، اي تعديلات بعملها في المرحلة دي. بس اهم حاجة يكون عندي الاساس بتاعي مظبوط علشان اقدر لو عايزة اعدل او اظبط اي حاجة تبقى سهلة عليا. والاساسيات دي هي اللي هتخليني اقدر ارسم الوش باي ستايل، سواء عايزاه سيمي رياليستيك او كرتون، او حتى بقى لو انا محترفة فظيعة وهرسم رياليستيك، ساعتها برضو هستخدم نفس الاساس ده. وده شكل الكاركتر بتاعي لو انا حبيت ان انا ارسمه بطريقة كرتوني شوية. اخدت نفس الاساسيات بتاعتي، وبعد ما خلصت وحددت كل اماكن كل حاجة، ابتديت ارسم على لاير جديدة بس بخطوط انضف من اللاير اللي هي بتبقى شخابيط في الاول اللي بحدد فيها اماكن كل حاجة. ولونتهم سريعا كده عشان تقدروا تتخيلوا شكلهم بعد ما يتلون يبقى عامل ازاي. وما تنسوش تكتبوا لي في الكومنت ايه رايكم في السكتش، وانهي ستايل عجبكم اكتر من الاتنين. وده الشكل النهائي بعد التلوين. وكده نبقى شفنا مع بعض ازاي برسم الوش بزاويه من الجنب. لو عندكم اقتراحات لفيديوهات تانية وطريقه رسومات تانية حابين تشوفوها، اكتبوا لي في الكومنت. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وتروحوا تعملوا فولو على انستجرام. وبس كده، اتمنى ليكم يوم سعيد. باي.